تعالَ أقول لك على حاجة في الذكر لو عملتها والله العظيم أنت حياتك دي هتتغيّر 180 درجة. كام مرّة بتبقى مثلًا قاعد مستني حاجة معيّنة ومتضايق جدًا، جدًا، جدًا وأنت خلاص يعني استنيت ساعتين 3 وفي الآخر ما حصلتش مثلًا، ورُحت قُلت ياه! أنا ضيّعت وقت على الفاضي وعملت الحاجات دي كلّها. المعلومة اللي هاقولها لك دلوقتي دي هتغيّر تفكيرك في الموضوع ده خالص. في مرّة الإمام ابن باز جاله واحد وقال له: "يا إمام أنا أخويا تعبان وعايش على الأجهزة في المستشفى، وكل يوم بنصرف الشيء الفلاني مبلغ كبير جدًا بنصرفه عليه كل يوم، بس لو شِلنا الأجهزة هو هيموت." فالإمام ابن باز قال له على حاجة حلوة أوي، قال له: "أخوك ده يقدر يقول كل يوم تسبيحة؟" قال له: "أيوه ساعات كده بيفوق كده وممكن يذكر ربنا والّا حاجة وبعد كده ينام تاني." قال له: "خلاص ما تشيلش الأجهزة عليه، لإن التسبيحة الواحدة خير له من الدنيا وما فيها." أنت متخيل؟ يعني التسبيحة بس سبحان الله اللي بيقولها دي في مرة واحدة بس في اليوم أحسن له بكتير جدًا، جدًا، جدًا من كل الفلوس اللي في الدنيا ومن كل الدنيا كلها. فتخيل بقى أنت صاحبك دلوقتي لأن ده الموضوع ده حصل معايا من كام يوم، استنيت صاحبي حوالي ساعتين في العربية، فأنا افتكرت القصة دي قعدت أذكر ربنا سبحانه وتعالى، فجه حَس إن أنا هاكون متضايق منه وبتاع، لقاني عادي جدًا ومبسوط وما فيش أي حاجة. أنا ما خسرتش حاجة، بالعكس أنا سبّحت بتاع 2000 تسبيحة، يعني كسبت أكتر من 2000 كل خير الدنيا دي كلّها. لمّا تعيش مع الذكر بالطريقة دي، ما فيش وقت حاجة اسمها هيضيع منّي، ما فيش حاجة اسمها أنا مستني كتير، لأ، كل حاجة إن شاء الله هتعدّي، أنا مستفاد طالما في إيدي السبحة كده، وطالما باذكر ربنا سبحانه وتعالى.